الرجالة من عالم وإن الستات من عالم تاني خالص. كل واحد فيهم بيفكر بطريقة مختلفة عن التاني، كل واحد فيهم له احتياجات مختلفة عن التاني. الراجل اللي بتحركه الحقائق والمعلومات، إنما الست تحركها مشاعرها وأحاسيسها. الست كائن اجتماعي ما تقدرش تعيش من غير تواصل ومن غير مشاركة مع الآخرين، إنما الراجل كائن مستقل بيعيش بنفسه ولنفسه. الست بتتكلم عن مشكلتها عشان عايزة تحصل على التعاطف مش الحل، إنما الراجل لما بيتكلم عن مشكلته بيكون محتاج مساعدة أو نصيحة من شخص خبير. أكبر مشكلة بتواجه الست مع الراجل إن الراجل مش بيسمعها، أو بيسمعها بس مش بيديها التعاطف اللي هي عايزاه. وأكبر مشكلة بتواجه الراجل مع الست إن الست تحاول إن هي تحسن منه أو تغيره أو تنصحه، لأن في الوقت ده هو بيحس إن هو محكوم وما بيكونش مركز القوة في العلاقة، وده اللي هو بيساعده دايما. التقدير هو اللي بيحفز الست للحب، إنما الراجل اللي بيحفزه للحب هو احتياجك. الست من طبعها العطاء، فبالتالي لازم تتدرب ازاي تاخد مقابل اللي هي بتمنحه، وده عشان ما يرجعش الراجل ويرتد تاني لمبدأه القديم، مبدأ الأنانية. بينما الراجل لازم يتدرب على العطاء عشان يبقى مبدأ الطرفين في العلاقة هو ربح ربح، وده سر العلاقات السوية. كل شيء في العلاقة لازم يكون له حدود، الأخذ له حدود، العطاء له حدود، كمان التصرفات الغير مقبولة من الأول لازم يتحط لها حدود.